إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه اعترافات أو كتاب بعنوان اعترافات كنت قبوريا للأستاذ عبد المنعم الجداوي. وقبل أن نبدأ بمقدمة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، إدارة الطبع والترجمة بالمملكة العربية السعودية. في هذه المقدمة، بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال: فهذه حلقات طيبة تروي قصة هداية رجل عاش فترة مظلمة بعيدا عن التوحيد، يسير في دياجير الخرافة، يتبرك بالقبور ويتمسح بها ويطوف، ثم أنعم الله عليه بالهداية إلى النور، نور التوحيد، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم كتب هذه الحلقات يروي قصته علها تنير لغيره نفس الطريق الذي سلكه. وقد كتبت هذه الحلقات في مجلة التوعية الإسلامية التي تصدرها هيئة التوعية الإسلامية بالحج، وقد رأت الهيئة أن تنشر في كتاب ليطلع عليها المسلمون، نظرا لما أحدثته هذه الحلقات المباركة الشيقة في نفوس الكثيرين من التذكرة والتبصرة والاتعاظ لسلاسة أسلوب كاتبها الفاضل الأستاذ عبد المنعم الجداوي، المحرر بدار الهلال، الذي تأثر بدعوة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فاهتدى إلى طريق الحق والصواب، ويدعو غيره إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والرئاسة، وهي تحمل لواء التوحيد، تحافظ عليه بكل ما أتاها الله من قوة وما حباها من عزيمة وثبات، وتدعو إليه على بصيرة ثابتة. تقدم هذه الحلقات للناس أجمعين لكي يعرفوا طريق الهدى والنور فيتبعوه، ويعرفوا طريق الزيغ والضلال فيجتنبوه، والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت هذه هي مقدمة رئاسة إدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نتوقف هنا على أن يكون المجلس القادم، أو على أن نبدأ في قصة هذا الرجل من المجلس الثاني إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.